شايفين المنظر الجميل ده؟ اللهم صل على النبي. شايفين قبه وعامله ازاي؟ هيجي تحفه فاخر من الاخر. اللهم صل على النبي. ولا تقولوا لي بتاع شركات ولا الكلام ده. احلى نجس تعمليه بالخلطه بتاعت تيتا الجميله، هتعملي حاجه حلوه. ابي بقى ايه بيب. هنخلص بقى على الشكل ده والنار مهديينها، ما احناش معلين النار عشان يستوي براحته. الناجتس ده 100% عن تجربة. على الوصفة لايك وشير وسبسكرايب. عايزه اوريها لكم من قلبها يا جماعه. شوفوا قبه وعامله ازاي. اللهم صل على النبي. شايفين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كفته الفراخ بالبطاطس. مش راضيه اقول لكم كفته الشركات عشان انا جبت كفته الشركات دي مره ما حدش حطها في بقه، فاحنا هنعمل حاجه احلى منها ان شاء الله. عندنا هنا كيلو بانيه، قطع صدر فرخه وفراخ ومتقطع. عندنا يجي نص كيلو بطاطس، 4 معالق برغل. انا عايزاها تبقى مفتحه مش مكتومه. عندي كده بابريكا، عندي كزبره، عندي فلفل اسود وحبهان وجوز الطيبه، عندي ملح، عندي بهارات فراخ. كل البهارات اللي هحطها هي دي بس. هعمل ايه؟ هجيب فصين توم كمان، وعندي هحط من الخضره دي هي اغلبيتها بقدونس، هحط منها معلقه بس. المشكله بقى ان انا عندي ايه؟ هضرب في الكبه ديت، فهقعد بقى اضرب الحاجات دي ما عدا البطاطس ههرسها. فانا عايزه اطحن، وهجيب قرن فلفل، نسيت الفلفل. ضربت البصله، هحط عليها قرن فلفل من اللي هو التخين ده بقى، احنا مصيبنا يطلع حامي. وقرن فلفل رومي ماهوش الوان، احمر. ليه مش عايزه الالوان تخليها مسكره؟ انا مش عايزاها مسكره. هحط كمان، هحط بودره ثوم، وهحط البهارات بتاعتي مع الحاجات دي. البطاطس بتاعتي بسلقها بملح عشان ما تبقاش مايعه، بحب احط في السليق ملح. انا مش هصفاها من الميه ولا حاجه. هحط عليها بقى حبه البرغل، هما كمان يتضربوا مع الخلطه دي. البرغل لما غسلته بميه سخنه زاد. انا كل اللي بعمله في البرغل بغسله بس ما بنقعوش، عشان انا عايزه كفتتي مفتحه. الخلطه بتاعتي دي اندمجت مع بعض عامله ازاي. هحط بقى، انا ضربت الحاجه بتاعتي اهي، وحطيت البطاطس هرستها بالشوكه بس كده، بشوكه، مش هقول لك بهرسه ولا اي حاجه. ليه ما هرسهاش في الكبه؟ لان الكبه شوفوا حطيت حته مع البقدونس بتدي لها عرق، لما تضربها في الكبه هتعمل لها عرق تبقى طعمها مش حلو، لكن تهرسها كده هرس بس احسن حاجه. وهروح حاطه الخلطه دي كلها ومقلباها ببعضيها. تخيلوا بقى يبقى معانا 100 كيلو البانيه قد ايه حاجات، هيعمل لنا يجي 2 كيلو. الهرسه دي كده كيس بيكنج باودر، انا عايزاها مفتحه، وهحط عليها معلقتين زيت، معلقتين زيت ذره، هما معلقتين بس كده عشان تبقى مفتحه من قلبي ما تبقاش مكتومه. وهقلب كل الخلطه ديت كده ببعضيها. حبه ليه حطيت حبه البرغل؟ برغل الضحى ده يا جماعه بيبقى نضيف، اللي هو ايه؟ عشان ما يبقاش فيه حاجه، هو غالي شويه بس ما بيبقاش يقرقش ليكي في الحاجه، بيبقى متنضف حلو يعني. فاللي يعرف بقى يحصحص وينضف حلو هو براحته. وادي الخلطه بتاعتي كلها، طلع الريحه بقى، طالعه حاجه حلوه اهي. لو انا عايزه بقى احطها في التلاجة شويه هحطها شويه في التلاجة، هتشد لوحديها. احنا كده بالصلاه على النبي اهو. شوفوا ده بقى اللي هيبقى شكل بتاع الشركات، الرسمه اللي احنا هنعملها دي، لكن الطعم والشغل مش هيبقى فيه حاجه من بتاع الشركات. بمسكها كده، ويعني ممكن تحطي حاجه بسيطه في ايدك من الزيت شوفي، وتروحي عدها الزنقيه دي وعاملاها بالصلاه على النبي سلكه وماهيش طريه ومش اي حاجه. هنعمل ايه بقى كمان؟ عندنا حطينا بيض على لبن، حطينا بيضتين وشويه لبن قليلين كده، ومعانا بقسماط على دقيق لاجل ما يتحرقش. هحط كده اهو، وهحطها في الدقيق وبايدي التانيه بقى واعمل كده وكل اللي هعمله هيبقى كده، واخليه بقى اعمل كده على طول وهيتشرب من الدقيق ده. ونعمل ايه؟
تشربته من الدقيق هيخليه ما يحرقش الزيت بسهوله، هيخلي لك الزيت ما يتحرقش ويوفر لك الزيت يفضل كويس. ومش عامله اكتر من كده يا جماعه، والمنظر اهو قدامكم. وهنكمل على نفس الطريقه الباقي، وهقول لكم بقى الاخر ممكن تفرزي منه وتاني بالنظام. تعالوا بقى شوفوا معايا الناجس بتاعنا عامل ايه يا حبايبي. ده شركات ولا تقولوا لي كلام الحاجات اللي مش بعد حاجتي. شايفين الكفته الناجس بتاعي بقى بيقب علبه ايه يا جماعه؟ بيقب والله العظيم، والله العظيم بيقب. اللهم صل على النبي. هنحط بقى للي عايز يعمل دايت، لكن يبقى عملنا دايت تقولوش الست دي بتعمل كده وكده. عامله ده بقى دايت ليا انا كده اهو. هحطه تحت في الفرن. اللهم صل على النبي. عملنا سرفسين، وعملنا يا جماعه كمان الله اكبر كان اتاكل منها وهي لسه سخنه كده اهو. وعملنا صينيه فيها اللي احنا بنشويها. واللهم صل على النبي عملت كميه حلوه جدا. ويا رب بألف هنا وصحة، وجربوها بطريقتي كده بجد هتعجبكم جدا، احلى من كفتة الفراخ لوحدها. خشوا على القناه اتفرجوا على النجس بتاع تيتا، ما تقولوش بتاع الشركات، وقولوا بتاع البيت، وقولوا لي رايكم فيه لو جربتوه. وشكرا لكم جميعا، طريقه حلوه قوي واحلى من كفته الفراخ. انت عايز